الأسرة تنهار يبقى المجتمع أكيد طبعا هينهار. طبعا. لما نلاقي إن كل دقيقتين حالة طلاق، 28 حالة طلاق كل ساعة، 20,000 حالة طلاق كل شهر، 250,000 حالة طلاق في السنة. يعني دي احصائيه يعني 2022. طب عشان يعني اصلا لو قعدت احنا ممكن نجيب في الاحصاء والتعداد وكده والحاجات دي، انا ممكن نخش على جوه. احنا عايزين ندخل في العمق شويه. ايه السبب في ان يعني عايز افهم. يعني هو السوشيال ميديا انا شفت حالات الطلاق انتشرت، او كلمه طلاق. يعني زمان كان الاب يقول لبنته عيب لو جيتيلي غضبانه انا هكسر راسك. الام بتقول اوعي تجيلي غضبانه. لما سنه يعني في السنه الاولى نسبه الطلاق الكبيره دي، يعني ايه السبب؟ هل السوشيال ميديا لها سبب ولا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل فيه؟ هي اسباب كتيره جدا يا استاذ سيد، واسباب خطيره جدا. يعني لو احنا فضلنا ان احنا نعدد اسباب الطلاق هناخد حلقات كتير، لكن انا هحاول ان انا اختصر يعني اسباب الطلاق في اللي هي الاسباب المهمه او الاسباب الحيويه. اول حاجه من وجهه نظري، او مش وجهه نظري انا بس، دي الاساس، ان هو البعد عن الدين. البعد عن الدين، لان احنا يعني بشر، وربنا خلقنا وخلق لنا الكون، ان هو يسخر لنا الكون. طبعا ربنا كرمنا على سائر المخلوقات. البني ادم علشان خاطر ان احنا بعدنا عن الدين، ربنا نزل القرآن الكريم علشان ينظم علاقاتنا الانسانيه وينظم العلاقات بتاعتنا. يعني البعد قصدك البعد عن الدين؟ عن الدين. طيب ما هو البعد عن الدين ما في حاجه ما هو في حاجه يعني برضو. الدين بتاعنا منظم العلاقات الاسريه. يعني مع احترامي طبعا البعد عن الدين، واحنا عارفين الانسان اللي بعيد عن دينه الانسان بيصلي 5 فروض، والانسان ملتزم دينيا، والانسان اللي ملتزم دينيا، دي حاجه. لكن انا ما قصدتش كده. انا ما قصدتش البعد عن الدين بكده. انا قصدت ان ربنا خلق لنا القرآن الكريم وجعل لكل مشاكلنا حلول داخل القرآن الكريم، وهو حدد لنا العلاقات الزوجيه داخل القرآن. مش يمكن السوشيال ميديا في سبب برضو؟ اكيد ده اهم. انا شايف ان سبب السوشيال ميديا والتيك توك، وانا رأيت يعني بعض اصدقائي من المحامين كتير جدا، كل ما ادخل عند واحد صاحب محامي الاقي قضية خيانة زوجية على السوشيال ميديا. اكيد. يعني النت والسوشيال ميديا والفيس والماسنجر والواتساب، هناك اشياء تطرح امام المحاكم او في اروقة القضاء بقضايا مثل هذه. الموبايل ولا عامل المشكله دي ولا ايه؟ يعني ما انا هكمل لحضرتك. انا بقول الاسباب. اول حاجه ان احنا بعدنا عن القرآن الكريم، ان احنا بناخد حلولنا المشاكل الزوجيه منه. تاني حاجه المفهوم الخاطئ للحياه الزوجيه، ان احنا للاسف الشباب كلها مش فاهمه يعني ايه حياه زوجيه. هي فاهمه ان مثلا لما بيتخطبوا ان كل شاغلهم او الشاغل ان هم ازاي يكونوا الشقه بتاعتهم بالعفش، احنا هنجيب ايه، هنعمل ايه، البياض ايه. لكن بعدوا ان هم يخططوا لحياتهم في فتره الخطوبه، وان هم يعرفوا المفاهيم الاصليه للحياه الزوجيه. ايه هي المفهوم للحياه الزوجيه؟ اسباب المشكلات التي تحدث بين الزوج